هل تعلم أن الذي يراد إطلاقه من السجن بقرار القاضي بعد أن يوقع القاضي يأخذ فترة 6 أشهر حتى يطلق سراحة، حتى يبتز، حتى تأخذ منه دفاتر. هاي ممارسة. الأحزاب الخطأ في الممارسة. هاي الأحزاب المن فتحة على مودي المن فتحة غيتي تعيش براس الناس، براس الأبرياء. الجديد هذا صار له 11 سنة هذا المنطق، براس الناس وبراس الأبرياء وبراس الفقراء. العادي يا شنو وين المنتج على الأرض وينه؟ خليني أقول لك شيء واحد. اللجنة اللي شكلت برئاسة السيد الشهرستاني واقعا بذل جهود جيدة يعني. ينقل لي أحد الأخوة وأتمنى أن يكون هذا الكلام دقيق يعني عنه، أنه وجد ملف امرأة صار لها 6 سنوات بالسجن. 6 سنوات. شنو ذنبها؟ يقول بعثت على الفايل لقيت ورقة بيف واحدة فقط. ورقة واحدة. 6 سنين. 6 سنين. شنو هي الورقة؟ ابنها دخل وبيده علاقة، وهاي العلاقة بيها كيس أسود، وهذا كيس أسود بمثلا TNT أو بكاتم أو مهم بسلاح. فالأم قاعدة زين تأخذ هذه بجريرة ابنها و6 سنوات تقضي بالسجن. أطلقوا سراحها ويا المطلقين. هذه مظالم للعباد كثيرة من هذا النوع، نتيجة تراكم الممارسات الخاطئة من قبل بعض رؤساء الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو الجيش. هاي النتيجة. يعني أنا ما أدري، بس أنا أريد أعلق وأتمنى السيد دولة رئيس الوزراء أبو إسراء يسمع ما قاله السيد النائب. مرة شرفك، عرضك، عراقية بشاربك، 6 سنين بورقة بملف بجريدة غيرها. أنا ما أقول لك شيء، يعني أتمنى أن تنتفض لنفسك وليس للناس، أنه القائد الأمني والمشرف والمعتقل والمحقق والمخبر السري ومن أشرف على هذه المرأة أن اطلع على التلفزيون. وأنا أطالبك بالقانون وبالشرع وبالإنسانية وبالكرامة وبالغيرة. 6 سنين مرة على ورقة، لعد ايش قد اكو مثل هاي المرة؟ حقها الناس اليوم، الناس توقف بالرمادي تقول لك الغي 4 ارهاب، لانه 4 ارهاب وسيلة للابتزاز. واقسم لك البارحة كان عندي واحد ابنه مات بالسجن، يقول لي ضابط التحقيق مسوي مكتب ببيته يقبض فلوس. يا ناس، الله اكبر، يعني يا ناس هذا البلد حرام عليكم، والله حرام، والله صحيح، والله حرام سيادة النائب. والله صحيح. ما صارت لا بقضية الحسين ولا بقضية علي ابن ابي طالب ولا بقريش ولا بهارون ولا ما صارت بالبشرية المظالم اللي تصير بهذا الشعب. الوفد اللي راح الى نجف الاشرف قال لهم بصراحة هناك مظالم خطيرة للعباد، يعني حقوق الناس تنتهك.